مساء الخير. اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض فيديوهات شرح الماس لجريد 5. كنا وصلنا مع بعض ليونت 10 كونسبت 2 ليسونز 6 to 11. لو اول مره تشوفونا، دي قناتنا على اليوتيوب، اشتركوا معانا، اعملوا سبسكرايب. اشتركوا معانا برضو في جروب التليجرام، جروب الواتساب. هنلاقي اللينكس بتاعتهم موجوده في الديسكريبشن بتاع الفيديو. يلا نبدا. كونسبت 2 هنا بيتكلم عن الكوردينيتس. يعني هنا مثلا لو عندي الري ده موجود عليه نمبرز، يعني 0 1 2 3 4 وهكذا، وعندي ال A وعندي ال B وال C، دول موجودين على الري. تمام. هنا بيقول لي لو ال A represent النمبر 3، هنا ال A موجودة. بص كده هنا لو بصين هنا هنلاقي ال A عند ال 3 وال B عند ال 7 وال C عند ال 10. تمام. طيب لو انا عايز اشوف AB كام، يعني المسافة بتاعت AB، بص كده هنا هلاقي ان المسافة من A لغاية ال B، يعني اعمل ال B بكام؟ ب 7 ماينس مين؟ ماينس ال A اللي هو ب 3، يبقى يديني كام؟ يديني 4. او اقدر اعدهم 1 2 3 4، بس كده، ده 4 يونتس. برضو لو عايز بي سي، برضو امشي من البي للسي كده. تمام. يديني كام؟ يديني 3. او اقدر اعمل ال 10 ماينس ال 7 ايكوال 3. لو عايز الاي سي، يبقى السي ماينس الاي، يعني السي هنشوف السي هنا ب 10 ماينس مين؟ ماينس الاي ب 3. تعال نشوف واحد تاني بقى عكسه. هنا بقى عندي لاين، بس معمول ازاي؟ معمول فيرتيكال كده، يعني اللي فات كان هوريزونتال، ده فيرتيكال. برضو نفس الحكايه، مديني البوينتس. هنا بيقول لي انا عايز الام ان مثلا. فين الام ان؟ ادي الام اهو هنا، والان هنا. يعني انا لو مشيت المسافه دي كلها كده، هي دي المسافه بين الام والان، يعني من ال 2 لغايه ال 7. طيب لو انا عايز الام ان، يبقى هعمل الان اللي هي ب 7 دي ماينس مين؟ ماينس الام، ده يديني 5 يونتس. طيب لو عايز ان كي، ادي الان وادي الكي. تعالى نعملها بلون تاني عشان تبقى واضحه. ماشي. ادي الان وادي الكي. تمام. المسافه بينهم كام؟ 9 ماينس 7 ايكوال 2. او اقدر امشي اعمل كده 1 ادي 2، يبقى انا خلاص كده وصلت لل 9. تمام. ام كي برضو، ام كي ادي المسافه من الام لغايه الكي فوق، هي دي. هنلاقيها كام؟ هنلاقيها 7 يونتس. طبعا الموضوع بسيط خالص وواضح. تعال نشوف بقى، لو انا حطيت الاتنين دول مع بعض. تمام. لو انا حطيت الاتنين دول مع بعض، بيعملوا لي حاجه اسمها كوردينيت بلين. كوردينيت بلين. طيب الكوردينيت بلين ده مشهور عندنا خالص، وبيتكرر كتير بعد كده في السنين اللي جايه، يعني مهم ومحتاجين ان احنا نفهمه كويس. طيب عندنا ايه بقى في الكوردينيت بلين ده؟ عندنا عندنا هنا اكس اكسس اللي هو الهوريزونتال ده، اسمه اكس اكسس اهو. وعندنا الفيرتيكال اسمه واي اكسس. وعندنا هنا نقطة الاوريجين اللي هي مين؟ اللي هي الزيرو هنا. تمام. زيرو هنا كده. يعني الاكس اكسس هنا عليه نمبرز، والواي اكسس عليه نمبرز، والاوريجين هو الزيرو. تمام. اللي هو النقطة اللي هما الاتنين بيعملوا ايه؟ بيكونوا بربنديكولار على بعض فيها. تمام. طيب لو انا عايز اشوف اي بوينت بقى على الجريد دي، بالمناسبة دي بنقول عليها جريد، اللي هي الشبكة دي اللي قدامي دي كده، بنقول عليها جريد. تمام. كلمة جريد يعني شبكة. تعال نشوف هنا كده. لو انا عندي بوينت زي كده اللي هي الفايف والسيفن دي، تمام، دايما الفايف دي بتكون على الاكس كوردينيت. دايما النمبر الاولاني بيكون اكس كوردينيت. يعني ازاي؟ يعني على اللاين بتاع الاكس. يعني هنا عند الفايف، تمام، يبقى هي الفايف دي اول حاجة، يبقى الفايف دي في الاول. طيب والتاني اللي هو السيفن ده بيكون على الواي كوردينيت. تمام. يعني بص هنا لو لقيت، بص هنا عشان اجيب الفايف والسيفن دي بعمل ايه؟ بطلع من عند الفايف هنا، واطلع لفوق فوق 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 لغاية لما اتقابل مع مين؟ مع السيفن اللي هنا. تمام. يبقى اعمل بوينت بقى بنقول عليها اوردرد بير. بنقول عليها ايه؟ اوردرد بير. تمام. يعني البوينت اللي بتبقى معموله بين تو براكتس وفيها اكس كوردينيت وواي كوردينيت بنقول عليها اوردرد بير. تمام. هنا بيقول لي using the following graph answer A و B و C. هنا مديني بقى اكسرسايز سهل ومهم برضو في نفس الوقت، اللي هو ايه؟
نمبر ايه هنا بيقول لي what is the name of each of the following point. يعني اول حاجه عندي البوينت اللي هي 3 و1 دي، تمام، او الاوردرد بير اللي اسمه 3 و1. فين 3 و1؟ 3 وكام و1؟ هي دي. يبقى هي البوينت مين؟ اف. يبقى كده الاجابه بتاعتي كام هنا؟ اف. طيب 7 و8، ها 7 و8 فين؟ 7 ال7 دايما على الاولانيه زي ما قلنا على الاكس والتانيه على الواي. يبقى عند ال7 هنا كده ال7، واطلع لغايه لما اقابل مين؟ لما اقابل الواي عند ال8. ادي ال8 اهي، تمام. الاقي نفسي اسمها ايه؟ اسمها اتش. تمام. طيب 1 و4، 1 ادي ال1، اطلع لغايه لما اقابل ال4. هنا الام، تمام. يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها ام. طيب الفور 5 و0، 5 و0، 5 اهو عند الزيرو، يعني ما اتحركش من فوقيها بقى، صح كده؟ يبقى كام؟ يبقى اسمها ار. طيب 5 8 و7، 8 واطلع فوق لغايه ال7. ادي ال8 واطلع فوق لغايه ال7. يبقى هي البوينت اللي اسمها A. تمام. 4 و2، 4 ادي ال4 اهي، اطلع لغايه كام؟ لغايه ال2. لغايه ال2 يبقى اسمها دي. 7 5 و5، 5 واطلع فوق لغايه ال5 الاقي اسمها جي. بعد كده 1 و3، 1 واطلع لغايه ال3 الاقي اسمها سي. تمام. انا كده خلصت الاكسرسايز اللي هو او الليتر A. بي بيقول لي what is the ordered pair for each of the following points. عايز يعرف الاوردرد بير بتاع البوينتس دي، تمام. مديني مين؟ مديني الاي هنا، ده الاوردرد بير بتاعه كام؟ برضو نفس الحكايه، لما اجي اكتب الاوردرد بير لازم اقول الاكس في الاول والواي بعد كده، تمام. يعني هنا الاي بكام؟ هنا الاي الاكس بتاعها 8 والواي ب7، يبقى 8. يبقى اعمل قوس كده، يبقى نعمل كده، اعمل براكتس كده، كام؟ 8 وكام؟ 8 و7، 8 و7. نمبر 2 بيقول لي تي. فين التي؟ اهي، ادي التي اهي، صح كده. الاكس بتاعها 8 والواي 2، يبقى 8 وكام؟ 8 و2. بعد كده دبليو. فين دبليو؟ ادي الدبليو اهي، الاكس بتاعها مين؟ انزل بقى تحت لغايه لما اقابل الاكس بتاعها، هو ال3. طبعا لو انا متلخبط ممكن امشي بالمسطره، ماشي. يبقى 3 والواي بتاعها 7، يبقى 3 و7. نمبر 4 اللي هو الاي اهو، تمام. يبقى 4 وكام؟ 4 و1، 4 و1. واخر حاجه الكيو. فين كيو؟ اهي. الكيو دي بقى كام؟ الاكس بتاعها هو الزيرو. ابص كده على الاكس اكسس، الاقي الزيرو هي اللي طلعت عندها لغايه لما قابلت كام؟ لغايه لما قابلت ال6. يبقى اسمها كام؟ زيرو وكام؟ و6. تمام. لتر سي بيقول لي plot the following points on the coordinate grid. يعني حط لي البوينتس دي على الجريد دي. طيب 2 و8، فين ال2 وال8؟ اطلع بقى من عند ال2 لغايه لما اقابل ال8 فوق. ال2 اطلع لغايه فوق اقابل ال8، يبقى هنا كده بالظبط. هي مين؟ هي البي، هي دي. تمام. طيب نمبر 2 بيقول لي الاي 0 و7، 0، تمام. يبقى الزيرو الاول واطلع لغايه عند ال7، يبقى هنا كده هي دي البوينت دي اسمها اي. تمام. الاكس 6 و3، لازم اخد الاكس الاول زي ما قلنا، 6 و3. يبقى امشي عند ال6 كده واطلع لغايه ال3 الاقي نفسي فين؟ هنا كده اهو، تمام. هي البوينت دي اسمها اكس، تمام. بعد كده الاس 8 و5، 8، اطلع عند ال8 وبعد كده ال5 فوق هنا كده، ماشي هنا، ماشي. دي اس. البي 2 1، ال2 الاكس
2 وبعد كده 1 اطلع فوق هنا لغايه هنا كده، دي اسمها بي. ماشي. اخر حاجه عندي الجي 7 و7، اطلع من عند ال7 هنا اطلع لفوق لغايه ال7، يبقى هنا كده. تمام. ماشي. دي الجي. اوكي كده خلصنا الكوردينات بلين. موضوع بسيط مفيهوش حاجه. هنا بيقول لي اكزامبل سهل برضو، بيقول لي جراف ذا بوينتس، يعني ارسم لي البوينتس دي اللي هي 1 و6 و1 و2 اللي هي الاي والبي والسي والدي. تمام. وبعد كده بيقول لي كونكت ذم ان اوردر، يعني وصلهم بالترتيب، يعني وصل الاي بالبي والبي بالسي والسي بالدي والدي بالاي. يعني حط البوينتس دي على الكوردينيت بلين ووصلهم ببعض. وبعد كده بيقول لي نجاوب شويه الاسئله دول كمان. طيب تعال اول نبتدي بالبوينتس. انا عندي الاي 1 و6 1، يبقى اطلع من عند ال1 هنا لغايه ال6 فوق، ادي اهو، ادي الاي. والبي برضو نفس الحكايه 1 و2. تمام. والسي 7 و2، السي 7 و2، والدي 7 و6 7، واطلع لغايه مين؟ لغايه ال6. هي النمبرز هنا شويه مش باينه، بس احنا كده خلاص رسمناهم وعملنا كونكت، يعني وصلناهم كده ببعض. طيب تعال نشوف الاسئله بقى. هنا بيقول لي what is the name of the figure A B C D. الشكل بقى اللي طلع لي ده اسمه ايه؟ اسمه ريكتانجل، صح كده؟ واضح جدا انه ريكتانجل. ليه؟ عرفت منين الريكتانجل؟ اولا عندي الانجلز 4 انجلز، وبعد كده عندي 2 parallel لاينز اللي هما الاي دي والبي سي، صح كده؟ يعني ده، يعني الاي دي ده، الاي دي ده اهو بارلل مع مين؟ مع البي سي. عندي الاي بي ده بارلل مع مين؟ مع الدي سي، صح كده؟ يبقى دول بارلل وايكوال برضه في نفس الوقت، اللي هما كل 2 اوبوزيت بارلل وايكوال، صح كده؟ يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه ريكتانجل. تمام. يبقى اول سؤال بيساله لي بيقول لي وات از ذا نيم اوف اي بي سي دي، يبقى ريكتانجل. اي بي سي دي از ريكتانجل. نمبر بي بيقول لي what attributes did you use to identify it. انت عرفت منين ان هو ريكتانجل؟ تمام. فهقوله بقى ايه؟ two sets of parallel sides زي ما قلنا، يعني عندي two sets of parallel sides، يعني عندي اللي قلنا عليهم دول اللي هو الاي دي parallel مع البي سي والاي بي parallel مع الدي سي. تمام. two sets يعني مجموعتين. تمام. المجموعة الأولى اللي هي الاي دي والبي سي دول parallel، والست التانية المجموعة التانية اللي هي الاي بي والدي سي دول parallel برضو. بعد كده عندي برضو كمان مين؟ عندي 4 رايت انجلز اللي هما مين؟ اللي هما الانجل A والانجل B والسي والدي كلهم رايت. واخر حاجه عندي 2 sets of 2 equal sides، يعني الاي دي بيكوال البي سي، وبرضو الاي بي بيكوال الدي سي، يبقى دول برضو 2 sets of equal sides. طيب نمبر سي بيقول لي what line segments in this figure are parallel. يعني مين parallel مع مين؟ احنا قلناهم. واضح جدا هنا ان الاي دي اهي، الاي دي لفوق بارلل مع مين؟ بارلل مع مين؟ بارلل مع البي سي. تمام. وعندي مين تاني كمان؟ وعندي الاي بي بارلل مع الدي سي، صح كده؟ يبقى كلهم ايه؟ كلهم بارلل دول اهي. الاي دي بارلل، العلامه دي اسمها بارلل، العلامه دي كده اسمها بارلل، والعلامه دي هنا ايه؟ بارلل زي ما قلنا. نمبر دي بيقول لي what line segments are perpendicular. perpendicular يعني متعامدين على بعض زي ما خدناها في الليسون اللي فات. البربنديكولار مين عندي هنا؟ عندي الاي بي ده بربنديكولار على البي سي، والبي سي بربنديكولار على السي دي، والسي دي ده يعتبر برضو بربنديكولار على الاي دي، والاي دي بربنديكولار على مين؟ على البي سي. يعني كلهم بربنديكولار على بعض، صح كده؟ تعالى نشوفهم. اهي الاي بي بربنديكولار على البي سي زي ما قلنا، والبي سي بربنديكولار على الدي سي، والدي سي بربنديكولار على الاي دي، والاي بي بربنديكولار على الاي دي. اي بيقول لي what is the distance between ال A and ال D. طبعا المسافة between ال A وال D اقدر اعدهم، واضح جدا، الموضوع بسيط خالص. هلاقيهم 6، يبقى ال AD او distance between ال A and D is كام؟ is 6 units.
الاسم اللي بعده هنا بيقول لي a fruiter earns 2 pound for each sold kilogram of oranges. The relation between the number of sold kilogram اللي هي بنقول عليها أو هنا مسمينها N and the earned money M can be represented by the rule M equal 2 times N. يعني ايه هنا؟ بياع فاكهة يعني بيكسب 2 جنيه في كل كيلو اورنج بيبيعه، وهنا مديني الريليشن بتوين اللي هو بيبيعهم واللي هو بيكسبهم. يعني مثلا لو هو باع 1 كيلو جرام يبقى هيكسب فيه كام؟ هيكسب فيه 2 باوند. بص هنا كده لو بصيت على التيبل ده هلاقي ايه؟ هلاقي التيبل ده كده بيوضح العلاقة بينهم. يعني هنا لو هو باع 1 كيلو جرام، ادي كلمة كيلو جرام هنا اللي هو نمبر اوف سولد كيلو جرامز اللي هي الان، بنرمزها بالان، وهنا الايرند ماني اللي هو بيكسبها بالجنيه، تمام، او بالباوند، تمام. يبقى هو كده كل ما هيبيع 1 كيلو هيكسب قصاده كام؟ 2 باوند. لو باع 2 كيلو جرام هيكسب 4 باوند. لو باع 3 هيكسب 6. لو باع 5 هيكسب كام؟ 10 and so on. موضوع بسيط مش كده؟ طيب واضح جدا ان التيبل ده اقدر اعمله من الريليشن دي اللي هي ام بي ايكوال 2 تايمز الان. طيب تعالى بقى نرسمها على الكوردينات بلين دي. نرسمها ازاي؟ بص كده هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان، تعالى ناخد لون جديد عشان نشوفها. هنا بقى لو حبيت ارسمهم هلاقي ايه؟ هلاقي ان عند ال1 يعني بص كده هرسم اولا النمبر اوف سولد كيلو جرام دي هرسمها هوريزونتال، وممكن الايرن ماني دي ارسمها ازاي؟ ارسمها فيرتيكال، تمام. طيب وبعدين واكتب النمبرز هنا، واكتب النمبرز الهوريزونتال والفيرتيكال، وبعد كده الاقي ايه؟ الاقي ان ال1 قصادها كام؟ قصادها 2، يبقى ال1 وال2 دول اوردرد بير مع بعض، تمام. وبعد كده ال2 معاها كام؟ معاها ال4 برضو دول اوردرد بير مع بعض. تعال نشوف الرسمه كده هنا. هي دي. الاقي ايه؟ الاقي ان انا عند ال1 هنا لقيت نفسي طلعت عند مين؟ اطلع عند ال2. بعد كده ال2 عامله تايمز 2 تديني كام؟ تديني 4، دي زي اللي كانت موجوده في التيبل بالظبط. طيب ال3 تديني كام؟ تديني 6. ال4 ما كانتش موجوده. طب ال6، ادي ال6 ال5 سوري، ال5 الاقيها بكام؟ الاقيها ب10. وبعد كده اوصلهم هيدوني خط الايه؟ الطويل اللي قدامي ده، تمام. يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت ريبريزنت للتيبل ده على الكوردينيت او على الجريد اللي كانت موجوده عندي. انا بعد ما عملت التيبل ده ايه اللي مطلوب عندي؟ مطلوب كمان شويه كويستشنز كده هنجاوبهم مع بعض بسهوله. هنا بيقول لي from the previous يعني من اللي فات we can answer questions like، يعني تقدر تجاوب questions زي ايه؟ اول سؤال بيقول لي how much money does the fruiter earn when the sold orange is 4 كيلوغرام؟ يعني لا يعني الفروتر ده يقدر يكسب كام لو هو باع 4 كيلوغرام؟ تعال نشوف هنا كده. هنيجي هنا عند ال4 كيلوغرام اهي، ادي كيلوغرام اهو، صح كده؟ ده الخط بتاع الكيلوغرام. يبقى اجي عند ال4 هنا واطلع فوق 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 لغايه لما اخبط في الخط ده. طب وبعدين نروح فين؟ اطلع امشي كده بقى، امشي خلاص خبطت بقى، امشي كده الناحيه دي لغايه لما اوصل عند مين؟ عند الواي. الاقيها بكام؟ كسب 8 باوند، تمام. كده كسب 8 باوند، تمام. دي اقدر اعرفها من الرسمه دي، واقدر اعرفها من التيبل لو الفور موجوده في التيبل، واقدر اعرفها من الريليشن نفسها. يعني اقدر اللي هي الام بتيكوال 2 تايمز ان دي اقدر اعوض فيها الاقي نفسي ان 2 تايمز 4 بتيكوال 8، تمام. نمبر 2 بيقول لي how many kilogram of oranges the fruiter needs to sell to earn 12 باوند، تمام. يبقى هو مديني بقى العكس، مديني ال 12 باوند. يبقى فين ال 12؟ اجي هنا عند الماني اللي هي دي، تمام. اجي عند ال 12 واروح اطلع بقى امشي لغايه فين؟ امشي كده لغايه لما اخبط في الخط بتاعي ده هنا، تمام. انزل بقى هنا كده الاقي نفسي عند مين؟ عند ال 6، تمام. يبقى هو كده محتاج يبيع كام كيلوجرام عشان يوصل لل 12 باوند؟ محتاج يبيع
6 ايه 6 كيلو جرام. هنا بقى اكزامبل تاني جديد، بيقول لي for a week لمدة اسبوع سامح saves 30 باوند بير داي، يعني سامح كان بيحوش 30 باوند كل يوم، تمام. and وائل saves 60 باوند بير داي، وسامح كان بيحوش 60 باوند كل يوم. then you can fill the following two tables، ومديني بقى ايه، ومديني التيبلز. تعالى كده ايه نفهمهم مع بعض. هنا في التيبل الاولاني مديني سامح وبيقول لي بيحوش كام 30 باوند بير داي، يعني في كل يوم بيحوش كام 30 جنيه، يعني في اليوم الاولاني هنا 1، تمام. طيب حوش كام، حوش 30. طيب هنا 2 يبقى حوش كام، حوش 60. 3 يبقى كام 90. 4 يبقى 120 and so on لغاية لما نخلص مين، نخلص الأسبوع. طيب تمام. وائل بقى كان بيحوش كام 60 باوند. طيب ال 60 باوند بير داي، يعني هنا في اليوم الأولاني هيحوش كام، هيحوش 60. في اليوم التاني هيحوش كام 120. اليوم التالت 180 and so on لغاية لما نخلص مين، نخلص الأسبوع كله. طيب أنا بقى لو عايز أرسم الاتنين دول هما الاتنين مع بعض على كوردينيت بلين واحد، يعني ازاي، يعني هما الاتنين يبقوا على رسمة واحدة، تمام. يعني عندي كوردينيت بلين واحد بس وهرسمهم هما الاتنين عليه. طيب تعالى نشوف كده. هنا بقى اولا هبص عليهم الاول، ده هنا الاوردر بير هيبقى 1 وكام و30، ده انا بتكلم عن الخط الاولاني بتاع سامح ده، تمام. يبقى ال1 هيبقى معاه كام، معاه 30، وال2 معاها كام، معاها 60. طيب تعال نشوف كده هنا هنلاقي مين، هنلاقي سامح هنا بالاورنج اهو، الخط بتاع سامح ده اللي بالاورنج ده هو ده، تمام. عملناه ازاي بقى، عملناه اوردر بير، يعني ال1 مع ال30 يبقى هنا اول بوينت، تمام. تعال نشوفه كده من الاول. ها هنا ال1 معاها كام، مع ال30 ادي اول بوينت، وال2 معاها كام، معاها 60، وال3 معاها 90، وال4 120 and so on لغايه لما نخلص عند ال7، تمام. ده الخط بتاع مين، بتاع سامح. طيب وائل بقى، وائل بقى ده اللي هو الخط الجرين ده وائل اهو، تمام. عملت ايه بقى يا وائل، هنا عند ال1 بكام، ب60 اهي، وعند ال2 120 اللي بحوش 60 في اليوم، يبقى ال3 عندها كام 180 and so on لغايه لما اخلص عند ال7. موضوع بسيط خالص وواضح، بس نخلي بالنا دايما في المسائل اللي بيبقى فيها 2 tables بيبقى عندي ايه 2 lines زي كده، تمام. يعني خط اولاني زي ما احنا عملناها هنا كده، واحد لسامح وواحد لمين، وواحد لوائل. تعال نشوف الاسئله بتاعتهم. هنا بيقول لي from the graph، يعني من الرسمه اللي فاتت you can answer some questions like at the end of the week who saved further. who saved further يعني مين حوش اكتر، هنلاقي مين عند نهايه الاسبوع، يعني عند ال7، ادي ال7 اهي. تعال نشوف ال7 اهو. هنا سامح في الاول حوش كام، حوش 210. طيب نطلع لفوق بقى نشوف مين اللي فوق خالص ده، مين ده، وائل، صح، محوش كام 420، يبقى وائل حوش اكتر. يبقى هنا جبت السؤال بتاعنا هتبقى ايه، وائل saved farther than ايه، farther than سامح. how much farther did he save، هو حوش كام، هو حوش 420، بس كلمة farther دي معناها هو حوش كام اكتر من مين، اكتر من سامح، تمام. طيب هو سامح كان حوش 210 لان عند ال7 ال 3 تايمز ال 30 تايمز ال 7 بيكوال كام 210، لكن ال 60 تايمز 7 بيكوال كام 420. يبقى هنعمل ايه، هنعمل ماينس بقى ال 420 ماينس الكام ال 210، يبقى 420 ماينس 210 بيكوال 210 برضو. يبقى زين وائل سيفد 210 farther than سامح. طب السؤال نمبر 3 بيقول لي after how many days did سامح and وائل save 120، يعني امتى سامح ووائل حوشوا
120. اجي هنا عند ال 120 اهي هنا، واعمل خط بقى. تمام. اول واحد قابلني هو مين؟ هو وائل، صح كده؟ وائل اهو بالجرين، يبقى وائل. وبعد كده مين؟ وبعد كده سامح. طيب وائل هنا حوش امتى؟ حوش امتى ال 120؟ بعد 2 days. لكن سامح حوشها بعد ايه؟ بعد 4 days. كده عندي سامح saved ال 120 after 4 days and وائل saved ال 120 after كام؟ after 2 days. تمام. لغاية هنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. اتمنى يا رب يكون الفيديو واضح ومفهوم. استنى رأيكم في الكومنتات بتاعة الفيديو، ولو في اي اسئلة احنا عملنا جروبات عشان الاسئلة دي. استناكم تشتركوا معانا في جروبنا على الواتساب وجروبنا على التليجرام. يلا باي باي.